أهلا بيكم في قناة فيلم ميزو. اتفرج على الفيلم للآخر علشان تفهمه وصدقني هيعجبك ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا بالبطلة إيما بتقابل توم عاشقها في أوضة فندق وبيشربوا سوا. إيما شكلها متضايق وبتقول لتوم إنهم ما ينفعش يتقابلوا تاني، وتوم بيحاول يقنعها بس هي مصرة على إنها تنهي علاقتهم السرية. ولما بتيجي تمشي توم بيترجاها تشوفه تاني ليوم واحد بس، لكن هي بترفض وبتقوله إن تاني يوم عيد جوازها. تاني يوم إيما بتروح تزور جوزها مارك في شغله. السكرتيرة بتاعته بتديها ورد وبتبارك لها على عيد جوازها. لما بتدخل المكتب بتلاقي ملف بوليس سري في تفاصيل هجوم حصل عليها من سنين، وقتها اتسرقت واتجرحت. الفيلم بعد كده بيرجع بالزمن لورا في لقطة للهجوم اللي فشل واللي انتهى بإن المهاجم اتضرب بالرصاص في عينه. الذكرى دي بتقف لما مارك بيدخل المكتب. بنعرف إن مارك محامي ناجح والقضية الجديدة بتاعته هي إنه يلغي الإفراج لراجل هاجم إيما زمان. إيما بتسأله إذا كان وحشه الوقت اللي كان بيودي فيه ناس السجن بدل ما يدافع عنهم، بس مارك اللي بقى محامي دفاع جنائي بيقول إنه بيحب يكسب فلوس أكتر. وهم راكبين الأسانسير بيقابلوا توم. بنكتشف إن توم كان يعرف إيما من زمان ودلوقتي لازم يعملوا نفسهم إنهم ما يعرفوش بعض. إيما ومارك بيروحوا مطعم عشان يحتفلوا بعيد جوازهم. مارك بيديها عقد ألماظ وإيما كمان كانت مجهزة هدية بس مارك بيرفضها. بيشوفوا راجل في المطعم بيطلب إيد حبيبته للجواز. إيما بتبص على المنظر بحزن وبتفتكر قد إيه كانت سعيدة مع جوزها. مارك بيلبسها العقد وبنعرف إنهم متجوزين بقالهم 11 سنة. بعد العشاء مارك بيغمي عين إيما وبياخدها بالعربية البيت بعيد على بحيرة كانوا بيروحوه زمان. أول ما بيوصلوا إيما بتبدأ تستكشف البيت، بتلاقي أوضة ضلمة مليانة صور ليهم سوا، وبتشغل مشغل موسيقى وبتفتكر لحظات سعيدة وبتضحك. إيما بتتبع طريق من ورد لحد أوضة النوم وبتلاقي مارك معاه كوبايتين شامبانيا. بيعتذر لها بصدق إنه كان جوز وحش وبيقول إنه عايز يحاول يصلح الأمور. بيقضوا الليلة سوا وفي الصبح إيما بتصحي بتلاقي جوزها قاعد جنبها. بتكتشف إن إيديها متكلبشة في إيد مارك. فجأة مارك بيطلع على نفسه النار. إيما بتصرخ عشان حد يلحقها بس مفيش حد حواليها. بتحاول تتصل بالبوليس بس التليفون مش شغال. بتحاول تكسر السلسلة بالطلقات بس مفيش رصاص في المسدس. إيما بتجري جثة مارك للترابيزة وبتلاقي فستان فرحها. بتحط الفستان تحت جثة مارك عشان يسهل عليها تحريكه، ولما بتنزل السلالم هما الاتنين بيقعوا. بتدور على تليفونها وبتلاقيه غرقان في فازة الورد والتليفون باظ خالص. وهي بتدور على مفاتيح العربية بتلاقيهم في المطبخ. بتجري الجثة وراها وبتطلع للعربية بس العربية مش بتشتغل عشان التانك فاضي. فجأة أغنية فرحهم بتشتغل وصوت مارك المسجل بيشرح إنه عمل كل ده عشان إيما ما كانتش بتحبه، وبيطلع إنه عرف بخيانتها مع توم وقرر إنه مش هيسامحها ومش هيخليها تعيش في سعادة تاني. إيما بترجع البيت عشان تغسل الدم من وشها بس بتلاقي إنها مش عارفة تخلع العقد اللي مارك اداهولها. في حالة من اليأس بتنزل البدروم عشان تدور على أدوات بس بتلاقي رفة فاضية بس. بتتضايق إن مارك كان منافق زي ما هي كانت بتغسل باستمرار بقع روج من قمصان ستات تانية. إيما متضايقة بتجري جثة مارك لفوق بصعوبة كبيرة وبتتعب وتقع على الأرض. بعد كده بتقرر تزور الأوضة الضلمة تاني. المرة دي بتلاقي صورة من ملف البوليس للراجل اللي هاجمها في محاولة السرقة اللي فشلت واللي تعرضت لها في الأول. بتلاقي كمان مشغل تسجيل مكتوب عليه شغلني وبتشغله. التسجيل بيوري إيما وهي بتعمل مقابلة بعد الهجوم، ومن التسجيل ده بنعرف إن المهاجم طعنها في ظهرها بس هي كمان جرحته في عينه. إيما بتتوتر جدا بسبب الصدمة وما بتقدرش تكمل سماع التسجيل وبتفقد أعصابها. لما إيما بترجع أوضة المعيشة بتلاحظ إن في حد على الباب وبيطلع إنه توم بيقول إنه جه ينقذها بعد ما وصلت له رسائل من إيما بتقول إنها في خطر، بس إحنا عارفين إن إيما ما بعتتش الرسائل دي، مارك هو اللي بعتها. لما توم بيستوعب الموقف بيقول إن مكتب مارك تم تفتيشه من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وكل شغله بينهار. إيما بتعرف ليه مارك عمل كده وبتقول لتوم إنهم لازم يتصلوا بالبوليس فوراً عشان هي متأكدة إن مارك خطط لكل حاجة عشان يورطهم. توم بيطلع للعربية عشان يتصل بالتليفون بس فجأة بتظهر شاحنة متجهة لبيت البحيرة. توم بيشك إن في حاجة غلط وبيقرر يروح يشوف إيه اللي بيحصل وبيطلب من إيما ما تخليش أي حد يدخل. الشاحنة بتقف عند البيت وتوم بيقرب منها. الراجل اللي بيخرج من الشاحنة بيعرف نفسه على إنه جيمي
وبيقول إنه هنا عشان يصلح ماسورة بايظة. توم بيعرض عليه فلوس عشان يمشي، ولما جيمي بيبدأ يمشي راجل تاني اسمه بوبي بينزل من العربية وفجأة بيهاجم توم وبيطعنه كذا مرة. بعد كده الراجلين بيدخلوا البيت وتوم بينزف على الأرض. بنعرف إن جيمي عنده شوية تعاطف بينما بوبي قاتل قاسي. وهما بيفحصوا البيت أما بتجر جثة مارك بره البيت وبتوصل لمخزن المراكب وبطريقة غريبة بتفك نفسها من الكلبش. بعد شوية جيمي وبوبي بيلاقوا جثة مارك بس إيما بتكون اختفت. في نفس الوقت إيما بتكون مستخبية تحت رجليهم. لما بتبص على وش بوبي بتدرك إنه نفس الراجل اللي هاجمها زمان. من كلامهم إيما بتعرف إن مارك وظفهم ووعدهم إنهم هيوصلوا الخزنة في البيت البحيرة فيها ألماظ، بس دلوقتي مارك مات وبوبي وجيمي بيدوروا على إيما عشان هي الوحيدة اللي تعرف الرقم السري للخزنة. بعد ما بيخرجوا من الأوضة إيما بتخرج من مكانها وبتيجي في دماغها خطة. جيمي بيبص على الخزنة وبيقول للبوبي إنها محتاجة الرقم السري وبصمة صباع. بوبي بيمشي عشان يجيب جثة مارك. في نفس الوقت أما بتجر تانك البنزين بتاع المركب في تلج. وهي بتملي بنزين العربية صوت بيجذب انتباه بوبي فبيروح عشان يشوف الجراج. إيما بتستخبى تحت العربية وبوبي بيبص على المكان وكمان بيقطع الكاوتشك عشان ما تقدرش تهرب. إيما بتجري وترجع البيت. في نفس الوقت جيمي بيجر جثة مارك لحد البيت وبوبي بيشك إن في حاجة غلط وبيجري ورا إيما اللي في الآخر بتتحاصر. أما بذكاء بتدوس على المفتاح العربية وده بيشغل إنذار اللي بيشتت انتباه الراجلين وبيخليهم يجروا على الجراج. إيما بتاخد لحظة عشان تحزن على موت توم. بره بوبي بيشرح لجيمي إنه عمره ما هيخلي إيما تهرب عايشة عشان لسه مش قادر يسامحها على قضائها 10 سنين في السجن بعد محاولة السرقة. بيرجعوا جوه البيت وبيكملوا يدوروا على إيما عارفين إنها مستخبية في مكان ما. بوبي بيقرر يدور في الدور التاني بينما جيمي بيفضل في الدور الأرضي. أول ما بوبي بيطلع فوق بيسمع صوت فبيطلع يدور هناك وفجأة إيما بتخرج من مكانها وبتهاجمه. إيما مش بس بتدوخه وكمان بتزقه على الدور اللي تحت. بتاخد مفاتيح عربيته. جيمي بيسمع الصوت وبيجري على فوق وبيلاقي أخوه مغمى عليه. إيما بتقدر تضرب جيمي بمضرب جولف وبتحبسه في أوضته وتكسر مقبض الباب. بتجري بره وبتحاول تشغل العربية بس بوبي اللي فجأة استعاد وعيه بيمنعها. في الخناقة دي إيما بتلاقي تليفون وبتتصل بالبوليس. جيمي بيقرب منهم وبيطلب من بوبي يوقف اللي بيعمله ويهربوا قبل ما البوليس يوصل بس بوبي بيرفض بعناد. بيضربها لحد ما تفقد الوعي. إيما بتصحى تاني وهي متكلبشة في جوزها الميت وبوبي وجيمي بيقربوا الخزنة منها. بتحاول تقنعهم إنها ما تعرفش الرقم السري بتاع الخزنة بس بوبي مش بيصدقها وبيبدأ يضربها. بيهددها إنه هيطعنها تاني وده اللي بيخلي جيمي المتعاطف يتدخل بس بوبي بيزقه بعيد. جيمي بعد كده بياخد مسدس مارك وبيصوبه على أخوه لأنه ما بقاش عايز يقبل مصيره. إيما بتستغل اللحظة وبتقول إنها هتديهم الرقم السري لو سابوها. جيمي بيوافق وهي بتقول لهم الرقم السري. الخزنة بتتفتح أخيرا بس بتطلع فيها لوحة معدن بس مكتوب فيها إن الألماظ تم تحويله للعقد اللي إيما لابساه. إيما بتبدأ تتوتر وبتقول إنها حاولت تخلع العقد بس ما بيطلعش. بوبي مستعد يخلع العقد بأي طريقة عشان ياخد الألماظ بس جيمي بيرفض إنه يسمح بكده. بوبي بيزق جيمي بعيد وبيحاول يضرب مسدسه بالنار بس بيطلع فاضي. بتبدأ خناقة بين الإخوات وفي الخناقة دي بوبي بيخبط راس جيمي بالغلط في شماعة فبيموت فورا. بوبي المصدوم بيقف وإيما بتمسك سكينة. بوبي بيلف لها وبيحلف إنه هيقتلها. بيتخانقوا تاني بس المرة دي إيما بتقدر تضربه بأداة تقيلة. إيما بتحاول تهرب وبوبي بيجري وراها بس دلوقتي بوبي هو اللي بيلاقي نفسه متكلبش في جثة مارك. إيما بتوصل للجراج وبتدخل عربية مارك. بوبي بيجري وراها وفي حالة من الخوف إيما بترجع لورا وتكسر حيطة الجراج وبعدين بتخبط في عربيات تانية بس لما مش بتعرف تطلع بتتحرك لقدام وتخبط بوبي بس العربية بتتزحلق على التلج وبتخبط في بيت المراكب. بوبي بينجو من الموت بأعجوبة. بيقرب من العربية المحطمة بس إيما ما بقتش جوه. بيلاقيها بتزحف على البحيرة المتجمدة وبيمشي وراها. بيتخانقوا تاني وإيما بتطعنه في الآخر بس جثة بوبي بتقع على التلج واللي بيتكسر وهما الاتنين بيقعوا في المية. تحت المية بيكملوا خناقة بس إيما بتسحب السكينة من كتفه وبتسيبه وبتهرب من إيديه. بتعوم على السطح وبتكسر التلج. الفيلم بينتهي وإيما ممددة على البحيرة المتجمدة. بتخلع دبلة جوازها وبتدحرجها في المية بينما أصوات عربيات البوليس بتتسمع من بعيد.